بصوا بقى يا بنات، بصوا منظر الاوضه بتاعتي، شايفين؟ بصوا والله يعني حتى هم عندهم اوضتهم ما بيسيبوش اوضتي، عشان هنا عندي شاشه صغيره يقعدوا يتفرجوا عليها، بيقعدوا على سريري يتفرجوا. قلت لا ما بديهاش، لازم امسك الاوضه كلها كده انفضها واروقها. تعالوا معايا كده اوريكم. بصوا، واللي بيقلع غيار ويلم غسيل ما بيلمهوش. قلت ايه، امسك لهم انا شويه الغسيل دول اطبقهم. ده انا طبقت كتير، ده انا كان عندي كوم غسيل محتاج يتطبق. قلت بقى ايه، ما بديهاش. تقومي يا ست الكل انت وهي كده صبح او مسا قاعده فاضيه ما وراكيش حاجه رايقه، تقومي ماسكه الاوضه بتاعتك مروقاها. انتوا عارفين طبعا اي بيت ربنا يحفظه يعني كل الاطفال اللي فيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد. نكمل كده الفيديو مع بعضينا، هوريكم انا هعمل ايه. البيت اللي فيه اطفال ما بيخلاش من القلبان. يعني ربنا يحفظ لكم اولادكم واولادنا جميعا. ربنا يحفظ لنا اولادنا. البيت اللي فيه اي طفل لازم نقعد نروق ونطبق فيه. حطي طبعا هدوم روجي هنا على ما تيجي تاخدهم. تعالي يا روجي خدي الهدوم بتاعتك. طبعا هنا المشابك برده ما بتخلاش. جبت كده المشابك نروقها ونلم. كل اللي بيلم غسيل طبعا بيحط لي ايه على التسريحه. شايفين؟ لازم الام برضو اساس البيت يا جماعه، مهما اي حد يعمل مكانك يا ست الكل، برضو مهما كان الام هي الاساس. شويه نشاط بقى وتشجيع وترويق وتنظيف، ويلا بينا هنكمل بقيه الفيديو واوريكم. خليكم معايا نعمل ايه. هنا بقى اي حاجه بتبقى في ايديا بمسكها انفض فيها. يلا يا بنات شويه نشاط يا ست الكل انت وهي. شايفين؟ انا بقى لو ما عملتش كده نفسيا ما بقاش مرتاحه. هدخل اوضه الشباك كده والازاز، طبعا انتوا عارفين كل فتره كده بيبقى تراب مبهدل الاوضه. بصوا هستعين طبعا بقى بايه، بحد يطلع يمسح لي الازاز. شايفين؟ شويه نشاط. يلا بينا نكمل بقيه تنفيذ الازاز وهوريكم انا هعمل ايه. يلا يا محمد اقفل. هنا بقى بصوا، هنا بقى قلت لمحمد ايه، اقفل الضفه وتعالى لي بسرعه هات لي الجلانس ويلا بينا. يلا يا محمد تعالى. محمد بقى متخصص تنفيذ الازاز والترويق. استعنت باصدقاء الصغيرين. بسم الله بسم الله. عايزه اقول لك يا ستي الكل، والله الواحد مهما بيعمل في البيت ما بيخلاش من الكركبه والقلبان. يعني انا شويه ببقى هنام والله واخد شنطه اللعب في حضني من العيال. اقسم بالله سامعين؟ يعني اللي متابع توته وعارفها، عايزه اقول لكم ربنا يحفظ كل طفل يا رب لاهله. طالعين عينيا. نمسك هنا بقى المخدات والسرير كله هنروقه، ونختار بقى ملايه حلوه نحطها. وعماله اقول لمحمد يلا يلا عايزين ايه. طبعا هم عايزين يتغدوا، ما عملتش اكل. نخش على الاوضه الاول اخلصها بسرعه كده. امسح اللي نازل الاوضه. امسح وهنفرش المفرش. كل فتره كده بحط مفرش جديد للتسريحه. تمام. طبعا هرمي هنا الملايات القديمه. هنا خلاص هشيل دي. لا انا عايز اشيلها قدام الكاميرا. لا قدام الكاميرا هشيلها كده واوريكم ازاي السرير بيبقى ايه معاناه في فرشه مع توته. طبعا انا معايا هنا سرير صغير بتاع ريان واوضه توته. عملت لكم فيديوهات كتير قوي عنه. طبعا السرير ده كانت تالية دايما بتحب تنام عليه. طبعا من ساعه سريان المشرف ما بقتش تنام على السرير، احنا اللي بننام على السرير شويه، وهننام على سرير الاطفال. هوريكم سرير ريان اخر. هوريكم سرير ريان. طلعت ملايه حلوه كده خفيفه. انا جيت نورتي. يلا ركبي انت المخدات. طبعا هنا انا بحب اخش. عندي مساعد اساس. خلاص احنا خلصنا اصلا. ماشي. طبعا هنا لما بخش الاوضه هم بيحبوا يعني يشاركوني في حاجه الاوضه. بصوا المنظر. دي ملايه بقى جديده، مش جديده يعني نضيفه. ايوه بقى كتير قوي مش بتفرشيها. شايفين؟ ده بيحب.
لونها ذهبي حلو. انا بحب اللون الاصفر مع لون الاوضه زي مع لون السرير والدولاب. حتى اهو بصوا خرابه الصغير اهي. خرابه الصغير جدا. عندي تسريحة؟ محمد عملها. بصوا طبعا روح شوف يا محمد واتش على النار اللي هناك اللي انا سايباها. بصوا هنا بقى سالية حاولت تساعدني في السرير ما عرفتش، فطبعا جايه زي بصوا بالجر اللي انا بعمله شايفين. ده بصوا يعني لازم كل ما بخش الاوضه غير المفرش وغير الملايات، اروق على الدنيا كده. وعي كوكوري انزلي هاتي لي المخده الكبيره اللي هناك دي. ايه اللي هناك دي عشان نحطها على السرير. يا ماما ايوه دي. بصوا تاليا بتحاول تساعدني. هاتي يا كوكو تسلم ايدك يا قلبي. اوعى شايفين كلنا هنا يعني التوتة في الأوضة نساعد بعض. شايفين جمال الملاية اللي عاجبه ملاية توتة يحط لها لايك والاشتراك زي لون الأوضة. لا انا احس لون الأوضة. طبعا انا همسك المفارش بتاعت الأرضية برضه هوريها لكم. شكل ننفضها تنفيضة حلوة. انا عشان ارش اللي عاجبه ملاية توتة ام العيال يقول لها ايه في التعليقات ان الملاية طلعت حلوة. بس يكون خلص. بصوا طبعا انا بحب الملاية لما باجي احطها لازم تبقى مشدودة قوي عشان ما تقعدش تكلكع وتتشد وبلاوي. ادي ملاية توتة ام العيال. اللي عاجبه بقى الملاية بتاعت توتة مشاركة اولاد توتة لأوضة توتة يحط اللايك والاشتراك. كده انا خلصت. فاضل بقى الأرضية. الملاية مش نضيفة. شاطر يا محمد. ربنا يهديك. خد يا باشا. حلوة كده جميلة. شابك. هاتي انا اساعدك. حاجة بسرعة. يلا بصوا هنا احنا خلصنا كده الازاز بتاع حسيت عليها رش الكوموزينو. بصوا هنا كده. تعالي كده يا كوكو. بصوا هنا السرير اهو بتاع توتة. ده سرير رينو بقى. تعالى اوريكم كده معايا تابعوني. بصوا هنا دي الاوضه اهي. ده سرير رينو. انا حطيت الكوفر. بصوا يا كوكو نوريهم سرير رينو. سرير رينو اللي لوجي صورته اكتر من مره. ده بيبقى جنبي عشان هو بينام عليه بالليل ولما يعيط تبقى جنبي. بصوا طبعا الحمد لله انا مروقاه يعني مظبطاه. كل يوم بيصحى بطبقه له كده واروقه له واظبطه له. شايفين السرير الحمد لله. ادي سرير رينو جنب سريري على طول. بصوا بقى سريري انا. بصوا منظر الاوضه. شايفين الجمال. شايفين الحلاوه. بس كده فاضله على ايه بقى تنفيذ المفرش بتاعت الارضيه وتبقى اوضه توتة ام العيال زي الفل. يا رب كده تنال اعجابكم. كل اللي عجبه اوضه توتة وترويق توتة وسرير توتة وسرير رينو يحط اللايك والاشتراك لتوتة ويشجعها. ويا ريت كده كلنا تتكاتفوا مع توتة. نفسي اوصل انا افعل قناتي. يا ريت كلكم بجد تشاركوني وتساعدوني في تفعيل القناه وتحطوا اللايك والاشتراك وتشيروا قناه يوميات توتة ام العيال. بجد شكرا لكل بيقف جنبي وبيساعدني ويحط لي تعليق حلو منه وبيساعدني في قناتي بالكلمه الحلوه طيبه.
لان الكلمه الحلوه الطيبه صدقه زي ما قال ربنا والرسول عليها افضل الصلاه والسلام. يا ريت نحط التعليق ونحط اللايك ونحط الاشتراك ونشارك قناه توت عشان يوصلكم مني كل جديد. في نهايه الفيديو هقول لكم استنوني ان شاء الله في فيديو جديد، يا رب كل فيديوهات توت تنال اعجابكم.